السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع المتابعين وجميع المشاهدين قناة حكاية عثمان. كنشكركم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكنستسمح البارح ما طيحتش فيديو في اليوتيوب، كانت غير شي ظروف عمل، ولكن وجدت لكم اليوم واحد القصة من أخطر ومن أشوق قصص ديال الجرائم ديال الجريمة. شوف، هاد القصة سميتها قصة ديال الراقصة اللي صفتها راجلها هي والعاشق ديالها. شكون هاد الراقصة وشكون هاد العاشق؟ هنا عاد عرفوا الأحداث كاملة وعاد عرفوا شنو هو السبب وكيفاش وعلاش. إذا متابعينا الكرام، اللي عايوجد شي كاس القهوة يوجدو، واللي عايوجد بلاصتو يوجدها، ومرحبا بالجميع. وكنتمناو ما تزابيوشي، وكنتمناو تبارطاجيو هاد القصص. ودائما الشعار ديالنا لا للإجرام، خليوها في كومنتور وفي التعليقات. يلا متابعينا الكرام، غنمشيو لمدينة مراكش عام 2008. واحد الراقصة نعطيوها اسم مستعار، الاسم ديالها كانت فاطمة. هاد فاطمة كانت كتنتمي لأسرة ناس فقراء، ناس ضعافين، عندها خوتها، عندها باها، عندها الأم ديالها. الأب ديالها الخدمة ديالو كيخدم بالقوت اليومي كل نهار وشحال كيدخل. فاطمة هي الكبيرة خوتها، كانت عندها 12 13 عام، كانت كتقرا، وصلت للإعدادي ما بقاتش كتقرا، وصلت 17 18 بغات باش تخدم. والهواية ديالها كانت هي الغناء والرقص. من الصغر ديالها الحفلات المدرسية كتغني كترقص، وكانت مأثرة بالرقص وبالراقصات المصريات. ديك الرقص ديال الشرقي ديال مسار كانت هي مأثرة به. فاطمة وصلت 20 عام، خدمت في واحد الريستوبار، كانت كتغني في الاول، وكانت الصوت ديالها جميل، وكانت كتغني الالغان كلاسيكي، الغناء كلاسيكي. ومن بعد ديك الريستوبار مشات لواحد الملهى ليلي في مدينه مراكش، كان من اشهر ملاهي الليليه، واللي كانوا كيدخلوا له غير البرجوازيين والناس د الفلوس. وملهى كان كبير ومجهز ومعروف ومصنف عالميا. هذا الملهى هذه لا داعي للاسم ديالو. فاطمة غتكون راقصة كتعمل الرقص الشرقي ديال مسار، وكانت وتعرفت وتشهرت وعملت الفلوس، ولات بخير وعلى خير، ولاو المعجبين بزاف، ولاو الناس بالفلوس كيبغيو يمشيو معاها، كيبغيو، ولا عليها واحد الطلب كبير. فاطمة بقات على هذه الحالة، كتجي يوميا عندها واحد الوقيته كتجي كترقص ديك الرقص اللي قلت لكم شرقي، وعملات وكتصرف على عائلتها وبخير وعلى خير، ما خصها حتى شي حاجه، الغرامات الفلوس، وعندها الصالير ديالها اللي كتخلصو شهريا من ديك الملهى. فاطمه كثروا عليها الناس معجبين بزاف، ولات كديرونجا، وكل واحد باغي يديها، خصو يمشي يقصر معاها كل واحد. هاد الملهى كتعرفوا جميع الملاهي الليليه كيكونوا فيهم واحد جوج ولا ثلاثه ديال البيدوريس، كاردكوريس. كان واحد الفيدور تما كان معروف، نعطيوه تا هو اسم مستعار، نقولوا احمد. هاد احمد كان طويل وصحيح تبارك الله، كان القامه، وهو اللي بقى كيكوفري على فاطمه، كان كيكوفري ويحيد لها. كان بعد المراري كيوصل حتى كيضرب بنادم اخر كيفوت في الشراب، كيبسل كيبغي يديها صحه، ولا احمد هو كيحرص عليها ولا كيدافع عليها. وملي كتكون خارجه وكتسالي الوقت ديال الخدمه ديالها، هو اللي كيشبر لها الطاكسي، وحتى كيركبها في الطاكسي وكيتاكد الطاكسي مشى عاد كيرجع لبلاصتو. تطورت العلاقه بين احمد وفاطمه الراقصه، تطورت العلاقه بيناتهم. فاطمه كيعجبها الحال، قال جبرت اللي يحميني واللي يحرص عليا، اذا ما نخافش، ولات كترقص براحتها. ملي كيبغيو يزعجوها كيتدخل احمد، ولا احمد اللحظه اللي كتكون هي كترقص كيكون واقف باش كيحميها. ربما الانسان كيكون شارب وخا يخر عنده الفلوس والشخصيه، ملي كيفوت ما كيبقاش يعرف شنو كيعمل. اذا متابعينا الكرام، كيف ما قلت لكم، طورت العلاقه بين احمد وفاطمه، ولاو مصاحبين، ولاو كيمشيو مع بعضهم، ولاو كيقصروا مع بعضهم، ولاو هذه. فاطمه تعجبت باحمد، واحمد تعجب فاطمه بزاف وبغاها لواحد الدرجه ما تتخيلوش. وفاطمه ماشي كانت يعني شي فتاه جميله، ولكن
كانت فيها الشكل ديالها والمظهر ديالها كانت رائعة، يعني أي واحد يتمنى فاطمة. ولكن الجمال كانت شوية بالحق فيها واحد الأنوثة، وهذوك الحركات ديال الرقص اللي كتعمل وديك هذاك الشيء عليها باش كانوا كيبسلوا عليها يعني المعجبين وهذوك الناس اللي كيدخلوا لديك الملهى الليلي. إذا تطورت العلاقة بين أحمد وفاطمة ولاو كيمصاحبين مع بعضهم. هذيك العلاقة نتجت الحمل. حملت فاطمة وقالت لأحمد شوف أحمد أنا راه حملت ودابا حنا راه ما غنبقاوش هيدا، ضروري خصنا شي حل، خصنا نتزوجوا. أحمد فرح وعجبو الحال، مشى عند والديه وفتح معهم موضوع وقال له شوف الوالد أنا راه بغيت نتزوج، وفرحوا له. وأحمد كان في الثلاثينيات، يعني 35 34 36، باقي شاب وكان تبارك الله طويل وعامر وصحيح ولا صالون طريمة. ملي سولوه شكون هي هاد العروسة قال لهم راه فاطمة الراقصة، وكانت مشهورة ومعروفة. الأم ديالو ما بغاتشي، الأب ديالو ما بغاشي، قالوا له ابني ما جبرتي ما تختار، غا فاطمة شوهات بهديلة هذيك غا راقصة وهذيك. ولكن أحمد راسو كان قاصح، ما داهاش في الهضرة د والديهم، وقال لهم وإذا ما بغيتوش إذا مشيو معايا تخطبوا لي راه غنمشي بيدي نخطب بوحدي، ما كاين حتى شي مشكل. المهم عياو يحاولوا ايامات وما كيحاولوا معاه، لا هو يوميا يفتح معاهم الموضوع. واحد النهار عملوا له خاطرو وشافوه راه ما يحيد شي فاطمه من باله، ومشاو وخطبوا معاه فاطمه. خطبوا عملوا العرس، ديكشي على قد الحال، غاديك فرح عائلي بسيط وصغير. كراو الدار فرشوها سكنوا هو وفاطمه. بداو المشاكل يوميا، حمد ولا كيغير على مراته بزاف، اللي كانوا مصاحبين كان كيغير بالحق ماشي بحال اللي مراته، كيجيو ديك الهواسيس، كيجيو الافكار، واي واحد راه يبغي يغير على مراته ولو غير من نظره شي راجل براني، حالة واذا كان ديوتي ما عنده غير على العار ديالو. ولاو المشاكل دائما كيقول لها شوف فاطمه ديك الخدمه غير حاول تبعد منها الله يرضى عليك، وانا غادي نتكلف بالكرا والمصاريف، وهي كتقول له لا والو حنا اتفقنا عرفتيني راقصه، انا بقى انا ديك الخدمه كنعاون بها راسي وكنعاون بها الوالدين وخوتي، يعني ما نقدرش. وقالت له انت هنا الاجره ديالك ما عادي تقدرش باش تهز هذه المسؤوليه كامله. ولاو المشاكل. فاطمه في هذيك الحاله كبرت كرشه شويه، وصلت 7 شهور ولا 6 شهور، ما بقاتش كتقدر باش ترقص. جلست في الدار، حمد عجبو الحال، جلست في الدار، جازت الفتره د الحمل، ولدت، زاد عندهم ولد. من بعد الولاده بواحد الشهر ولا شهرين عاود رجعت فاطمه من العمل ديالها. الزبائن كيستناو، المعجبين، الناس كيستناو غا فاطمه، حيت كان عندها واحد الرقص جذاب، وكانت يعني محترفه في الرقص الشرقي. أحمد ولاو المشاكل دائما فاطمة، حيت كيشوف كيطلعوا الناس كيغرموا عليها، وهذا الشيء القانون ديال الملهى هو هذا، ما عنده ما يعمل أحمد. القانون ديال الملهى كليان جا باش يغرم، هذوك هما الأرباح، وكاين الجيرون وكاين المدير ديال الملهى، ما يقدرش أحمد يهدر ولا يقول، وربما يطلع يرقص مع أي واحد. الناس عندها الفلوس، الناس كيحسبوا كل شيء رخيص عندهم بالنسبة حيت هما عندهم الفلوس. ولاو المشاكل بين فاطمة وأحمد الفيدور. مشات ايام جات ايام، ولاو ديك المشاكل، ولا احمد كيفوت في الشراب، ولا كان ما كانش كيشرب بزاف، ولا كيشرب بزاف ويجي ويبقى يفهم يضربها. والمهم ولاو ما كيضربها بالعاني باش يزرق لها شي علامه وجهها باش ما تمشيش، ولكن هي مع ذلك تعمل المكياج وتغطي ديك الضربه وديك الشيء والمشاكل. قالت له واحد النهار شوف احمد، واذا ما عجبكش الحال راه نتفارقوا احسن، نتفارقوا، ومريضنا ما عنده باس، وانا بني مقد به نصرف عليه والله يعاوننا ويعاونك. احمد ما تقبلش هاد الهضره، وقال له المستحيل باش نطلقك، انا راك كنبغيك وانا كنغير عليك وانا كنخاف عليك. ولاو هاد المشاكل عندهم بزاف دائما. مشات ايام وجات ايام، واحد الكليان جا جديد من هذاك الملهى ومعروف، يقولوا له حنا نعطيوه اسم مستعار، نقولوا حسن الشوي. وهذا حسن الشوي علاش مكنين عليه الشوي؟ حيت عنده المجزرات والشوايات، ومعروف في النواحي ديال مراكش، معروف ولاباس عليه، والجزاره كتعرفوا فيها الفلوس وكيدير حتى الشوا، وعنده بزاف د المحلات. ملي سمع هو بهاد فاطمه الراقصه جا، ملي جا شافها كترقص تعجب بها،
وحتى هي هذاك هذاك نقولوا حنا نعطيوها اسم مستعار عفوا احتراما للاسم الاول، نقولوا سيمو. سيمو حتى هو كان واحد الشاب في الاربعينيات، وكان كيلبس مزيان وكان محسون، وكانت عنده واحد الشخصيه فريده من ديك الكليه اللي قال السما كامل. وتعرف على فاطمه وتربطت علاقه بيناتهم، وفاطمه ولات كترتاح مع سيمو الشوي، ولات كتعيش معاه واحد علاقه حب اللي كانت كتحلم بها شحال هادي تعيشها مع شي راجل دبغاه قبل ما تزوج بحمد البيدور. جبرت ديك المعامله في سيمو الشوي، كيتهلا فيها بالفلوس، كيشري لها الهدايات، كيعطيها الحنان، كيهتم بها، وهما على علاقه. ولات فاطمه كتخون راجلها احمد البيدور. احمد البيدور من بعد الايام شاف فاطمه تغيرت، حس بشي حاجه، حس بان مراته كتخونه، ولكن ما عندوش شي حجه عليها وما عندوش شي دليل عليه. فاطمه ولات بعد المراري ما كتجيش تخدم، حيت سيمو الشوي كيقول لها شوف ما عاد بقاش تجي تخدم بعد المراري، غير باش ما يشكش فيك راجلك، خليه هو كيجي يخدم في العشيه حيت كيخدم بالليل في الملهى، وانا عم بقى نجي عندك للدار نقصرو ونشطو، اللي خصك نعطيه لك. السيد لاباس عليه، موفر لها شحال هي عاد دخل مثلا 500 الف درهم في الليله كيعطيها لها شوي، وما عيشوا فيها حتى واحد، ولاو كيعيشوا الحياه غراميه. كتخرج هي وهي بالطونوبيل كيتساراو في مراكش، من هنا يمشيو الملهى لها اخر، يجلسوا يشربوا ويجيو للدار يقصروا في الصباح قبل ما يجي احمد البيدور. كتكون الامور مريقله عاديه. ولات الامور حمد زاد شك فيها، وزاد ولا عنفي معاها، ولا عنيف معاها، ولا كيضربها ولا دا. فاطمه ولات كتصدع الراس د احمد ديال سيمو، فيما تلقاه ولا فيما تعيط له احمد كيدير ليه، احمد كيفعل ليه احمد. واحد النهار هاد سيمو شوي قال له شوف فاطمه، راه فرعتي لي راسي بهاد القصيده ديال هاد احمد، واش هاد احمد هذا اش كيحسب في راسو، واش كيحسب راسو صعصع، وراه صافي انا عند خصك غتفك منه، انا غادي نتفك، انا نقول لك شنو غدير وتفك منه ساهله. واحد النهار فاطمه كانت روبو جالسه، واحمد مشى بحالو للخدمه في العشيه، ووجدت راسها وكسفات ولبست وخرجت وتلاقات سيمو الشوي، ومشاو كيتساراو، وبدا عاود جبدت له الموضوع ديال احمد دار لي فعل لي انا خصني نتخلص منه. قال له شوف ساهله، خصك غير تفك منه، انا غادي نقول لك شنو دير. قال له انا غندبر لك واحد شويه ديال الحشيش ولا واحد شويه ديال الكوكايين، وعمل له في الحوايج، وعيط للبوليس قول لهم راجلي الفيدور فلاني في الملهى فلاني راه كيتاجر في المخدرات وهذه، ويجيو البوليس ويجبروها له. قالت له لا لا لا، حنا درنا له هذا الشيء. وجاو البوليس ومشى للحبس، دوز عام 6 شهور 8 شهور، عيخرج عاوتاني عيولي هيدا، انا خصني نتفك منه مره واحده. اذا هنا السيمو الشوي فهم بان فاطمه خصها تصفيها الراجله. بداو كيخططوا كيفاش غيصفيوها. احمد شوي راه ما عايزعموش يدبزوا معاه، حيت كانت عنده واحد البنيه قويه وكان تبارك الله طويل وصحيح. هذاك السيمو الشوي قال له شوف انا غنجيب لك غدا واحد الكينه كتنعس، واذا عطيتيها الخيل ينعس 20 ساعه ما يفطنش، وعتعطيها له شي عصير وعيشربها وعينعس، وملي تاكد نعس صافي مشى في النعاس عيط لي وانا غنجي وغنعمل الشغل ديالي. وديك الشيء اللي كان. لا غدا عطاها ديك الكينه، مشات هي ذاك النهار عاوتاني السيمو جا مفوت في الشراب الصباح، وبقى كيغوت عليها وكيضربها. صافي ملي شافت تقهرات بهذا الشيء فكرات، خلاتو حتى فاق من النعاس، وجدت له الفطور، وجدت له ديك كاس العصير، وعملت له ديك الكينه وخلطتها مزيان. واحمد البيدور كما العاده كينوض كياكل شرب العصير، دائما كينوض كياكل كيلبس عليه باش يلاه كيجي في الوقت هذاك من الملعب. هذاك النهار كلا وعطاتو ديك العصير، جازت واحد 4 ساعة ولا 10 دقائق بدا كيفطم براسو باقي مهلوك، رجع ينعس. ملي رجع ينعس مشى صافي سافر بالنعاس. فاطمه دخلت عنده البيت، تاكدت بانه ناعس، كتزعزعو احمد نوض احمد نوض، كتزعزعو مزيان، والو احمد ناعس ما جايبش الخبر.
عيطت نسيمو شوي. سيمو قال لا انا 10 دقائق ربع ساعه انا معك، انا غير قريب من الجهه ديالك. وداك الشيء اللي كان قاز ديك الوقت جا طلع في العماره، دق عليها، فتحت الباب، دخل سيمو قال لها فينا هو تصعصع اللي صدعتينا به. قالت له راه في البيت ديالو. دخل عنده للبيت، تاكد بان ناعس، جبت جنويه وصفاها لحمد العسال، حمد البيدور صفاها له. وديك اللحظه باش تاكد بان قتلو، سيمو شوي بحال اللي تخلع، بحال اللي تنادم معاه الحال. هو في الاعترافات ديالو كيقول هذا الشيء بحال اللي تنادم معاه في الحال، وقال لها شوف فاطمه انا غادي نمشي نقضي واحد الغرض وغنرجع، وساعه المكانه ما كاملاش غنرجع باش غنفصلوه وغنقرضوه كامل وغنرميوه الطروفه باش نتفكوا من الجثه ديالو. هنا مشى بحالو سيمو شوي بحال تنادم معاه الحال، مشى هز حوايجو وهرب من مدينه الرباط. هرب من الرباط، عنده شي سكنه تما ولا شي مشروع تما، هرب من الرباط. وفاطمه قازت الساعه الاولى ما كاين والو، الساعه الثانيه كتصوني على سيمو التليفون ديالو مطفي. عرفت بان سيمو تخلع وخاف، وهذا الشيء اللي دار ندم عليه وهرب. وبقات مغوله بجثه كبيره قدامها. تبارك الله عرفتي قداش هو احمد البيدور. شحال نعمل يتصل بالام ديالها. عيطتني الام ديالها قالت لها الوالده اجي عندي ضروري بغيت نقول لك شي حاجه. وفعلا جات الام ديالها، ملي دخلت شافت الجثه في الكامه غارقه بالدم ديالها، تخلعت وقالت لها بنتي شنو هذا الشيء؟ قالت لها هذا الشيء اللي كاين الوالده، راه انا وصاحبي اتفقنا عليه وقتلنا، ودابا راه ملي قتلو خاف ومشى، ما رجع، ما كيجاوبني في التليفون، وانا بوحدي ما نقدرش نعمل شي حاجه. وكانت الايامات ديال الصيف ما يقدروش يخليو الجثه تما، راه غنهار يومين عاد تعطي الريحه ويجيبوا الخبر الجيران. والام ديالها تخلعت وما خصهاش بنتها تمشي للحبس، واتفقت هي وبنتها باش يقطعوها الطروف. وفعلا داك الشيء اللي عملوا، بداو كيفصلوا الجثه طرف بطرف، هادي بهادي، حيدوا له الراس، حيدوا له الطروفه، بداو كيلويوه في الميكات. حيد الميكات، جمعوه من واحد القنت، غسلوا الدار، غسلوا بيت النعاس كامل، جمعوا ديك لي زور، داك الشيء اللي بالدم كامل سيبوه، وحيدوا الاثار ديال الجريمه كامل، ما بقات حتى نقطه ديال الدم. وشوف الانسان كيولي في واحد اللحظه وحش، الانسان اللي ما كيتحكمش وما كيكونش اليقين ديالو في الله عز وجل كيولي وحش. شبروا، شعلوا له مجمار، بداو كيشوطوا له راسو باش زعما لعل الراس كبير ما يقدروش يهرسوه، ولا ما عندهم ما عارفينش كيفاش يهرسوه. شوطوه باش حتى واذا جبروه في شي بلاصه اللي غيسيبوه ما يتعرفوش عليه شكون هو. بهذه الفكره ديال البنت والام ديالها، كيولي الانسان وحش. اذا متابعينا الكرام نخليوها هنا ونعطيو العبره من هذه القصه. شوف علاش عاد تمشي تسيب راسك من التهلكات، وعاد تجي الام ديالك عاد داخله معك في الجريمه قداش، وانتينا بنت الناس ما شتي راسك عايشه محقوره مع ديك السيد، راه كاين الطلاق، سير طلق. واخا ما يبغيش انتينا رفعي الدعوه ديال الطلاق الشقاق وخرجي من باب واسعه، والسيد خلى بحاله، وانتينا سير عيش حياتك. ما تفاهمتوش في العلاقه الزوجيه كاين الطلاق منفصل. علاش عرضتك بجريمه؟ علاش؟ والله يهدي ما خلق. وهذه عبره للبنات والدراري والعلاقات الزوجيه كامله، خذوا عبره. راه الطلاق هو الحل، حسن ما تقتل، وراه القتل انت قتلتي، وراه الروح عزيزه عند الله، مستحيل ما تعرفش. المهم متابعينا الكرام جمعوا ديك الشيء كامل، ديك الميكات ديك الراس، دابا كاع وجمعوا نقاو ديك البيت فيه ما تحمد وفيه فصلوه، وجمعوا ديك الشيء كامل، نقاو الدار كامله بجافيل، وهذه حيدوا جميع الدليل ديال الجريمه. شبروا، بداو كيخرجوا بالليل، كيخرجوا ميكا ولا جوج وكيسيبوها في النواحي ديال مراكش. كيسيبوا ميكا في هذا الخلا، ميكا في هذا الطريق، هذاك الراس. شبروا جاو واحد الواد الحار واش علاو داك الغطا ديال الروكارد في الارض، وسيبوا الراس تما، قالوا زعما يمشي مع الماء يهبط. وبداو كيزو حتى تفكوا ديك الميكات كامله وخرجوا وفرقوا.
واحد النهار وقبل هاد الشي هذا قازت واحد اليومين ولا 3 ايام، وفاطمه عاد تصل بالعائله ديال احمد وعاد تقول لهم راه احمد ما جاش هادي 3 ايام من الدار وصونيت عليه في الخدمه ما بانش حتى في الخدمه، راه فين ما عرفناه فين مشى. عملت هاد الشي باش من بعد واذا بانت شي جثه ولا بانت شي ميكا فيها اللحم بشريه باش يقولوا بانه اذا عرفوا احمد يقولوا بان راه مراته عيطت لنا وراه كتقلب على راجلها، ومشات عملت حتى بحث عن متغيب في كوميساريه ديال الحومه ديالها، عملت واحد الديكلاراسيون قالت لهم راجلي احمد الفيدور هذه 3 ايام ما بان وما عرفناه والتليفون ديالو مطفي. المهم بغات باش تحيد عليها التهمه. كازت تقريبا 5 ايام وولايه الامن مراكش يجيها واحد التليفون بان لقاو واحد الميكا في واحد الخلا فيها اطراف بشريه. هنا ناضوا تحركوا البوليس، ناضوا تحركوا الشرطه العلميه، من كيجي الخبر بحال هذا كتسرول القضيه، مشاو انطلقوا باسرع سرعه ووصلوا لعين المكان وتاكدوا بان كاينه اطراف بشريه. وملي جمعوا عاوتاني عيطوا جاهم واحد اتصال اخر من بعد هذيك النهار لا غدا ديالها جا اتصال شي عمال النظافه عيجبروا 2 ميكات ديال اطراف بشريه، وتجبرت ميكا اخرى الرابعه. وملي شكلوا الشرطه العلميه جبروها جثه واحده ناقصه غير الراس، جبروا اليدين جبروا الرجلين جبروا الكسده وشكلوها وجبروها جسم واحد، ولكن الراس ما كاينش باش يتعرفوا على الجثه. بداو في البحث، بدات الشرطه العلميه في البصمات وجبروا فعلا عاد يعرفوا بعد التقنيات ديال الشرطه العلميه والتقنيه اللي كانت متطوره، وجبدوا عرفوا احمد بن فلان ومشاو وعيطوا لعائلته ولمراته وقالوا لا مع الاسف راه براجلك اللي عملتي عليه واحد البلاغ ديال المتغيب راه جبرناه اطراف مقطع. عملت ديك البكيه العائله ديالو تاسفوا حتى هما حزنوا. المهم قازت الامور، دارت الجنازه للمرحوم، دفنوه، بقى الراس غايب ولا البحث جاري تيبان داك الراس. ولكن البوليس هنا عادي اول حنا كنقولوا دائما في الجريمه ملي كيكون الضحيه امراه ولا الراجل كيكون الطرف، اذا كانت امراه غنكون الراجل هو المتهم الوحيد، اذا كان الراجل غتكون المراه هي المتهمه الوحيده. ملي استدعوا فاطمه من بعد الجنازه باش يحقوا معاها ويسولوها قالوا لها فاطمه راجلك شحال ما شتا؟ قالت لهم راجلي دابا ملي غاب هادي 3 ايام وانا جيت عملت البحث ديالي واتصلت بالعائله ديالو واتصلت بموطع الخدمه وقالوا لا والخدمه ديالك شحال ما مشيتي لها. وهما جابوا الخبر بان ملي جاو عملوا البحث ديالهم في موطع الخدمه ديال احمد سولوا جا الجيران ولا شي مسؤول تما قال لهم راه احمد وفاطمه راه بجوج بهم كيخدموا، هي راقصه هو حارس هو فيدور هنا، وكانوا ديما عندهم المشاكل هذا الشيء. احمد كيولى كيغير عليها ملي تزوج بها ما تجيش تخدم، اذا هنا عاد يعمقوا معاه في البحث، ربما تكون هي اللي عملت له هيدا ومتفقه مع شي واحد. بداو كيبحثوا معاها. واحد البحث في الاول كان بحث سلبي، بداو معاها غاب شويه ما عندهمش شي دليل ولا شي حجه عليها. في الاول بدات كتنكر، ولكن بداو كيستفزوها في البحث وعمقوا معاها، بدات كتدخل وتخرج في الهضره وتزيرت، وبدات كتدخل وتخرج في الهضره وتزيرت وتاكدوا بانها هي صاحبه الفعله. وعمقوا معاها في البحث وناضت كتبكي وانفعلت وعرقت وزراقت وحمارت واعترفت بكل شيء. وقالت لهم انا والوالده ديالي اللي قردناه قطعناه طروفه وسيبناه، ولكن اللي قتلو هو سيمو الشواي اللي كان العاشق ديالي اللي كنت كنخون راجلي مع سيمو الشواي، وهو اللي قتلو وتنادم معاه الحال وهرب خلاني مغوله بديك الجثه. ما جبرت ما نعمل، اتصلت بالوالده ديالي والوالده ديالي كتعرفوا الام ما بغاتش باش نتفضحوا وقطعناه وخرجناه الطروفه. وقالوا لا الراس فين عملتوه؟ قالت لهم الراس سيبناه في واحد القادوس، وفعلا مشاو لديك القادوس اللي قتلوهم وهبطوا تقنيا وهبطوا جاو الوقايه وفعلا عيجبروا ديك الراس وتاكدوا بانه هو احمد
بكامله الأوصاف، وهزو داك الراس تا هو دفنوه مع الجثة ديال أحمد واعترفت. والأم ديالها ملي جابت الأخبار بأن بنتها فاطمة شبروها البوليس واعترفت، جمعت شي الذهب كان عندها وشي د الفلوس وعيطت لواحد البنا وقالت له بني هاك هاد الفلوس وهاد الذهب وتهلا بخوتك والله يرضى عليكم. ومشات وشرات واحد القرعه ديال الماء القاطع، مشات لواحد البلاصه غير تما في الحي ديالو مخاويه شويه وشربت ديك الماء القاطع وانتحرت. ما توقعتش وما لا حول ولا قوه الا بالله، وانتحرت. ومشاو جابوا السيمو الشواي حتى هو حقوا معاه وبزو واعترف بانه هو اللي قتلو. قال له ملي فطنت براسي عملت هذيك الجريمه خافت وندمت وهربت. ايوا هنايا متابعينا الكرام علاش كنقولوا دائما القضيات ديالنا كنعطيوهم عبره ماشي فرجه. العبره الانسان في لحظه غضب يحاول يتحكم في الاعصاب ديالو وينعل الشيطان ويستغفر الله. وانا قلت لكم العلاقات اللي ما كيكون فيهم المشاكل ديال الزواج ولا العلاقات كاع مصاحبين فيهم الزواج حاول بانفصال بعد. راه اللي خسرته ولا اللي خسرك راه زائد راحه حسن ما توصل لهاد الجريمه وتغرق معاك ناس. السيده مشات غرقت معها الام ديالها اللي ما كانت عندها حتى شي ذنب. هاد السيده بقى كتربي ولادها مشات باش تقتل باش تقطع جثه ديال الراجله ديال الراجل بنتها وعيسيبوه. هادشي هذا راه ماشي اللعب، وهادشي هذا باش تسيبتينا الطروفه ديال الانسان. حنا راه ماشي في الغابه، حنا في دوله الحق والقانون والحمد لله كاين الشرطه كاين التقنيات. اذا هنا متابعينا الكرام بعد الاعترافات ديال فاطمه والسيمو الشواي وتحكموا بالمؤبد، فاطمه بالمؤبد الشواي بالمؤبد، والام مشات انتحرت حيت ما تحملش الحكم اللي كان عادي يكون عندها وبسيده كبيره لا حول ولا قوه الا بالله. وهنا ها فاطمه ضيعت راسها وضيعت ولدها وضيعت احمد البيدور، وهذاك السيمو عاود ضيع راسو. اذا متابعينا الكرام هنا كتسالي القصه ديالنا، وكنتمناو تبارطاجيو هذه القضيه وتكون عبره وما تنساوش الشعار ديالنا لا للاجرام. حنا دائما كنعطيو عبره ماشي فرجه. السلام عليكم متابعينا الكرام وتصبحون على خير.